هذه التجاذبات الإقليمية وانعكاساتها في الداخل السوري نناقشها مع ضيفي من أوتاوا الكندية عضو الائتلاف الوطني السوري هشام مروي، ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ مبارك، اسمح لي أن أبدأ معك اليوم انطلاقا من التحرك الدبلوماسي الذي جمع لربما هيئة تحرير الشام أو الإدارة السياسية التابعة لها مع عدد من السفراء العرب وسفير إيطاليا كذلك، والذي وصف إلى حد كبير بالإيجابية. هل يمكن القول أن هذه بادرة حقيقة إيجابية لهذه الفصائل أو هذه التركيبة الحاكمة تمد من خلالها اليد للحاضنة العربية؟ تحياتي لك وللزميل. حقيقة هناك بعض الخطوات التي أشبه ما تكون بمتناقضة. خطوات بعض الخطابات اليوم تكاد تكون مخيفة أو تذكرنا ببعض الخطابات التي صدرت في بعض الدول إبان الثورات اللهيب العربي. في نفس الوقت هناك خطوات يعني قد تكون خطوات مدنية توحي بأن الدولة تتوجه للجانب المدني، خطوات تطمينية، لكن لا تزال في بداياتها. علينا بالفعل أن نرقب خطوات الحكومة الجديدة، النظام الجديد أو القادمون الجدد. ربما يعلل لهم بخبراتهم السياسية القليلة أو الضعيفة أنهم ورثوا تركة غيبت عن الشعب السوري بأكمله، لكن حقيقة كمراقب هناك مخاوف كبيرة جدا. لا نزال بحاجة لخطاب يطمئن كل الدول بأن الحكومة الجديدة أو النظام الجديد يريد أن يعمل أو يصنع أو يصوغ دولة مدنية لكل السوريين، بعيدا عن الشعارات الدينية، الشعارات الرنانة، الشعارات التي قد تودي بالشعب السوري من جديد إلى مسألة العقوبات، مسألة المحاصرة، مسألة المقاطعة، ومن ثم مسألة يعني حكومات راديكالية تبعد كل الدول حقيقة عنهم. وهذه النقاط أعتقد أنها ستكون مرعية، نأمل أن تكون مرعية بالفعل. لا نزال في مرحلة النبض، صبر غور هذه الحكومة الجديدة إلى أين ستتجه. أستاذ هشام، يعني اليوم هذه الخطوات لربما التي يصفها البعض بأنها خطوات براغماتية تكتيكية، هل بالتالي قد يعني تعطي انطباع إيجابي باعتقادك يريح أولا الشركاء الإقليميين تحديدا العرب، أو أنه ترى بأنه في خطوات منقوصة؟ يعني اليوم كان في الكثير من الانتقادات تحديدا لدى أيضا ظهور علم الهيئة اليوم إلى جانب العلم السوري الجديد، أنه من أن تكون مجرد خطوات مرحلية مؤقتة فقط. مساء الخير لك وللزميل الرياض ولقناتكم الكريمة والأخوة المشاهدين. يعني الحقيقة المخاوف التي تحدث عنها ضيفكم من الرياض بالتأكيد هي ملاحظة ومعروفة عند فصائل المعارضة وعند مكونات المعارضة كالائتلاف وغيره، وهم يحرصون كل الحرص على أن لا تكون موجودة في مستقبل العلاقة، في مستقبل سوريا، في مستقبل الحكومة الانتقالية، بل والحكومة النهائية التي ستنتج بعد انتخابات برلمانية وحرة ونزيهة كما هو تنتج دستورا يتنبت بموجبه كل هذه الأمور. الرسائل الإيجابية الحقيقة، الخطاب الوطني الذي بدأ من الحكومة الجديدة أو الهيئة والفصائل من مدينة حلب الحقيقة، وفي مدينة طرطوس وفي مدينة اللاذقية وفي مدينة حمص وفي حما، لاقى قبولا وتأييدا عند الناس. لكن هذا الأمر يجب أن يترجم إلى أفعال، وأنا مع الكلام الذي يعني أشار إليه ضيفكم من الرياض. فعلا لابد أن تترجم هذه المشاعر الطيبة، هذا الخطاب الوطني الذي سمعناه هنا وهناك، أن يترجم فعلا بإيجاد حكومة انتقالية تعكس مكونات الشعب السوري وتجعل الشعب السوري يشعر فعلا لأنه ممثل في هذه المرحلة الانتقالية، وبالتالي هو سينتقل إلى المرحلة الاعتيادية أو الطبيعية بشكل سلس وسليم. بالمناسبة وثائقنا في المعارضة وتواصلاتنا مع الفصائل جميعها تقوم على تبيين أهمية هذا الأمر وتوضيحه للناس وجعله يعني ميثاق لابد من العمل بمقتضاه.
كما تعلمين المعارضة كانت متمسكة دائما بقرار 2254 الذي ينص على ضرورة أن تكون الحكومة الانتقالية كما جاء في تقرير في كلمة بيدرسون وطنية غير طائفية تشمل الجميع. ويعني الناس تنتظر الحقيقة من رئيس الحكومة المكلف الآن أن تنتظر منه أن يقوم وينتج هكذا تشكيلات تريح الجميع وتقنع الجميع. وأيضا هناك بالتأكيد يعني التشاورات عندما تبدأ للتشكيل الحكومي بالتأكيد هذه المشاورات ستجد الهيئة وسيجد الفصائل الذين دخلوا والقيادات السياسية السورية ستكون مطالبة وستجد أمامها هذا الاستحقاق. ويعني لا أستبعد، على العكس أدفع بأن يعمل عليه. وهذا ما نراه في الحقيقة في الائتلاف وفي المعارضة السياسية وفي هيئة التفاوض. وحتى الهيئة نفسها خطابها لم يختلف عن هذا حتى هذه اللحظة، لكن نريد أن تترجم هذه الأقوال إلى أفعال وأن نكون جميعا شركاء في صناعة الحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية، المرحلة الانتقالية وفق الخطط المدروسة التي تم إعدادها سابقا، والمرحلة النهائية التي ستلي تعقب انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إعداد الدستور. ترجمة الأقوال إلى أفعال. أستاذ مبارك، اليوم الدور العربي دور أساسي، دور مطلوب ودور محوري في هذه المرحلة الانتقالية، ولكن اليوم هذه الحكومة المؤقتة ستخضع لفترة اختبارية تجريبية لنقل. متى بمنظور عربي تحديدا يمكن القول بأنه هذه التركيبة الحالية اجتازت الاختبار المرحلي أو التجريبي؟ نعرف بالانقلاب سيء الصيت الذي حدث من تطور تاريخي كبير غير مسبوق، بكل تأكيد أن الدول الخليجية ستكون حاضرة سياسيا وإنسانيا واقتصاديا، والمساعدات ستتوالى على القطر السوري. لكن مسألة السلوك السياسي أمر مهم جدا لانتظام العلاقات البينية، وانتظام العلاقات الخليجية مع القطر السوري أمر مهم جدا لتنشأ هذه الدولة من جديد. وأضمن وأجزم حقيقة أن السعودية والإمارات وقطر وكل الدول، بالمناسبة قطر اليوم تتحدث عن أنها ستفتح سفارتها في سوريا، السفارة الإماراتية السفارة السعودية تعملان بشكل فعال وحثيث. اليوم صدر بيان عن السفارة السعودية حول رعاية المصالح السعودية هناك والرعاية السعودية هناك، بما يعني أن التواجد السعودي تواجد حثيث منذ بداية انطلاقة التغيير قبل أسبوعين تقريبا. أعتقد أن هناك تنسيقا إقليميا ملموسا ورصد حقيقة منذ ما يقرب 8 أيام. كان هناك تحرك إقليمي لسبر ما يجري في القطر السوري إلى أن حصلت الاجتماعات التي تم الحديث عنها. القمة المهمة جدا التي جمعت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد غداة القمة الخليجية التي انعقدت في الكويت، كان هناك قمة خاصة مهمة جدا انعقدت في أبو ظبي، كانت نتائجها يبدو لي غير بعيدة تماما عما سيجري في سوريا. بالتزامن مع ذاك الاجتماع الذي تحدثنا عنه عبر سكاي نيوز، كان هناك اجتماع آخر سمو الشيخ منصور بن زايد مع الأمير تميم في الدوحة بالتزامن مع اجتماع أبو ظبي، مما يعني أن هناك تنسيق خليجي حول الخطوات التي ستتخذ في التغيير التاريخي الذي تشهده الجمهورية السورية. بكل تأكيد أننا على أعقاب مرحلة جديدة أو حقبة جديدة حقيقة تشهدها سوريا. كما قلت أن الفترة الزمنية القادمة غير بعيدة يعني من السلوك السياسي للحكومة وللخطابات، وأكرر الخطابات الإعلامية والخطابات السياسية التي تصدر من دمشق، أعتقد أنها مهمة جدا. وكل إيماءة تصدر من الحكومة السورية أعتقد أنها مرصودة، وتعطي أيضا خطابات مهمة جدا لكل الدول التي تريد أن تقف مع الأشقاء السوريين. لذلك عندما أقول أنه مطلوب منهم إرسال خطابات تطمينية أو خطوات تطمينية، هذا أمر مهم جدا، لأنه أشبه ما يكون بالوليد الجديد في المنطقة، خصوصا أن هذا التغير جاء في ظل شراسة الدور الإسرائيلي في المنطقة، سواء في غزة أو في لبنان، انهيار حزب الله، التغير الذي يجري اليوم، الضعف الحاصل في إيران. لذلك لابد بالفعل من الحكومة الجديدة أن تستثمر كل هذه التغيرات
بالوقوف مع الصف العربي الذي أثبت المشروع العربي الذي تقوده السعودية ومعها الإمارات ومعها الأشقاء في جمهورية مصر العربية والأردن بأنه تميز بطول النفس وبعد النظر والصبر الاستراتيجي الذي أثمر عن انهيار المشروع الإيراني تماما، وأن الخاسر الأكبر هو الخيارات الإيرانية ومعها الخيارات الروسية، والرابح الأكبر هو الشعب السوري الشقيق والمشروع العربي الذي انتصر للدول العربية وللدولة الوطنية والخيارات العربية. لذلك بالفعل الأشقاء في سوريا اليوم هم على الخطوات الأولى من قطار التطوير، قطار التغيير الذي يجب أن يكون شعاره كما قال الزميل قبل قليل: سوريا لكل السوريين، بعيدا عن الخطابات التي ستجعل سوريا في زاوية ضيقة. نحن غير بعيد عن الشعارات التي تطلقها إيران والتي جعلتها اليوم تعيش في أصعب اللحظات. نحن غير بعيدين أيضا عما يجري في العراق الشقيق من شعارات راديكالية خطيرة جدا. لذلك علينا بالفعل على الأشقاء في سوريا يعني وهم أكثر دراية منا بكل تأكيد مصالحهم، لكن عليهم بالفعل أن يقارنوا ما حصل في الدول السابقة وما يحصل حتى الآن على الأقل من خطوات ناجحة في الثورة السورية. نأمل بالفعل ألا تختطف هذه الثورة إلى مآلات خطيرة جدا قد تؤدي إلى إحداث الفوضى. بالفعل أستاذ هشام، اليوم نظرا للعامل الإقليمي المعقد والمتداخل والدور التركي، نتساءل هنا بظل وجود جماعات مرتبطة بالإسلام السياسي إلى أي مدى أستاذ هشام ممكن تقديم هوية سوريا الجديدة التي تقدم أو تتماشى مع القيم الشرق أوسطية التي يراد لها أن تكون، يعني اليوم قيم الانفتاح، قيم الابتعاد لربما عن الخطاب الديني المتطرف وغيرها، يعني لربما من القيم. يعني أنا أؤكد لك أن خطابات المعارضة من اللحظة الأولى التي انطلقت فيها الثورة، خطابات المعارضة المتمثلة بالائتلاف والمجلس الوطني من قبل والمكونات السياسية، هيئة التفاوض وغيره، التي تضم، يعني هيئة التفاوض، عندما أقول هيئة التفاوض فهي تضم كمية عدد كبير من مكونات المعارضة السورية في الداخل وفي الخارج بما فيها الفصائل. فهؤلاء جميعا متفقون على خطاب وطني محدد، أن تكون الدولة في سوريا المستقبل دولة مدنية محايدة بعيدة عن الطائفية، دولة كل السوريين، لا تستبعد أي مكون سواء كان قومي أو ديني أو مذهبي، على العكس يعني الكل يعيشون، خصوصا وجود هذه التشكيلة من المعارضة السورية من كل الأطياف، من كل أطياف المجتمع السوري، والذين رحبوا الحقيقة دخول حلب ودخول دمشق، وهؤلاء أيضا هم من هذه الأطياف وينتظرون ما ننتظر ويعملون على ما نعمل، والذين شاركوا يعني الهيئة في الدخول إلى دمشق وإلى حلب وإلى حمص وحما هم يحملون هذه الرؤية. وبالتالي لا يعني أنا فعلا يعني أتوقع أن يكون، مش أتوقع، نعمل على أن تكون سوريا فعلا كما نعمل، كما نريد أن تكون السوريون أن تكون. ولا أتوقع أن هناك جهة ليست قادرة ولا تخطط على اختطاف مشروع السوريين، حلم السوريين من أن يكون منفتحا، قادرا على أن كما قلت قيم الشرق الأوسط الجديد وقيم العالم الجديد. هذا الأمر بالتأكيد يعني أقول شبه جازم، يعني الغيب بيد الله، لكن أنا أكون شبه جازم إذا قلت أنه لا يمكن أن يختطف هذا المشروع، لأن الشعب السوري والفصائل السورية حريصة على إنجازه بكل الاحتمالات الممكنة. حتى الخطاب، يعني كما قلت الخطابات التي جاء ممن نتوقع أن يكون خطابهم إلى حد ما بعيدا عن هذا الاتجاه ولم يكونوا ضمن منخرطين في المعارضة السياسية السورية، لم يكن خطابهم إلا منسجما مع هذا الطرح. يعني ما رأيناه في حلب، ما رأيناه في نبل والزهراء، ما رأيناه في حمص وحما، هو خطاب يعني وطني جامع، وحريصون حتى في يعني خطاب لكل المكونات، لكل الطوائف، لكل المذاهب، لكل الاثنيات ويعني الحرقية. لذلك هذا هناك حرص وهناك يعني عمل جاد، وهناك أيضا يعني لا يمكن كما قلت السوريون إلا أن يبحثوا وأن يعملوا وأن يحققوا هذا الأمر وأن يضغطوا. هذا ما يجري تحقيقه الآن، ولذلك ننتظر أن تترجم الأقوال التي سمعناها إلى أفعال سياسية منتجة. كما تعلمين نحن أمامنا الآن مسودة الدستور ستعد وتناقش وتقر
نحن أمامنا انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. هذه الانتخابات أيضا يجري العمل إعدادها، وهي ستكون ممثلة لكل السوريين، يعني السوريون بتشكيلاتهم بطيفهم العام. هذه التشكيلات كلها تؤكد أنه سيكون هؤلاء ممثلين في الحكومة وفي في الحكومة سواء الانتقالية أو النهائية، وكذلك سيكونون ممثلين في الأحزاب السياسية التي ستشكل غالبية تقود البلد في المرحلة المقبلة. أستاذ مبارك، عندي تساؤل ربما على هامش محور هذا الحوار، أنه اليوم المشهد أو صورة الجولاني يمكن الذي حقق هذا الانتصار بالنسبة للشعب السوري، حتى لو لم يحصل قتال فعلي على الأرض، إلا أنه يعني بالنسبة لهم يمكن حررهم من حكم بشار الأسد ومرحلة الظلم التي تعرض لها الشعب السوري. ولكن عندي تساؤل اليوم انطلاقا من تجربة طالبان وتجربة جماعات الإسلام السياسي، هل التفاوض معهم لا يعطيهم لربما يعني أو يكسب هذه الجماعات الشرعية أو شرعنة هذه الجماعات عبر لربما قوة السلاح ومن ثم التفاوض، وبالتالي سيشجع باقي الجماعات جماعات الإسلام السياسي على انتهاج المسار ذاته؟ سؤال ذكي بل خطير حقيقة، لأنه بالفعل يعني مسألة التعامل مع التنظيمات الراديكالية المسلحة بل والمؤدلجة أمر بالغ الحساسية، ومع ذلك رأينا أن واشنطن التي قاتلت طالبان لأكثر من 25 عام وفي المحصلة الأخيرة النهائية اضطرت لأن تتفاوض معها وتبقيها على حكم أفغانستان بأكملها. روسيا في الشيشان، في جورجيا، في كثير من المواقع. لذلك أحيانا التعامل ببراغماتية ربما يكون منهجا من المناهج السياسية التي تضطر إليها. هذا يقودني إلى أن الدول العربية الوازنة ستجد أنها مضطرة للتعامل مع خيارات الشعب السوري بغض النظر عن هذه الخيارات، إلى أن تضمن بالفعل الدول العربية بأن هذا المولود قد نضج ويمكن التعامل معه بعقوبات أو على الأقل شروط جديدة تساعد هذا المولود على تغيير نهجه، على تطوير نهجه، على أن يندرج ضمن المنظومة العربية ككل، وحتى لا نسمح له بالابتعاد كثيرا عن المحيط العربي، ولا نسمح أيضا باختطافه مرة أخرى. والدول التي ضحت لأجل الشعب السوري سواء السعودية أو الإمارات أو مصر أو الأردن بالفعل هي لا تريد أن تبتعد في هذه اللحظة التاريخية، وستتعامل حتى على مضض مع ما سيكون في دمشق. بالعكس هو الدور مطلوب جدا، يعني اليوم الدور العربي صحيح بالضبط. والتواجد العربي كما قلت أنا مطلوب، أعتقد أنه موجود الآن في دمشق، وهناك تنسيق وتواصل مستمر، وأعتقد أن الدعم العربي سيتوافد بشكل قوي جدا وبشكل ثري أيضا لصالح الشعب السوري تحديدا، ومن ثم أيضا ستقف العواصم العربية مع الحكومة السورية الجديدة وستدعمها سياسيا، ستدعمها في العواصم، في المنظمات الدولية، ستقدم لها المشورة السياسية. بكل تأكيد أضمن أن الدول العربية الوازنة ستكون متواجدة مع دمشق في خياراتها. أستاذ هشام، اليوم التفاؤل أيضا مطلوب، التفاؤل الحذر طبعا في هذه المرحلة، ولكن دائما في سؤال ماذا لو لم ينجح هذا المشروع؟ ماذا لو استفردت هذه الجماعة بالسلطة؟ خيارات اليوم المعارضة السياسية كيف ستكون يعني بهذا السيناريو؟ يعني أريد أن أقول أن أيضا يعني أول شيء ما ذكره الأستاذ مبارك الحقيقة كلام على درجة عالية من الأهمية والتقدير والتفهم. يعني لو سمعنا بس كلمة مقدمة ما جاء في رسالة بير يودرسون التي جاءت في نشرة أخباركم حول أنه ضرورة تطوير النواحي الإيجابية في الأداء الذي يعني رصد حتى هذه اللحظة ليكون أو ليشكل الدولة الجامعة اللا طائفية التي تسجل أو تحقق قرارات الأمم المتحدة التي نصت عليها بيان جنيف وغيره. فهذا وأيضا أن هذا سيكون مقدمة لرفع الهيئة عن أو بعض المنظمات عن قوائم الإرهاب في الأمم المتحدة.
يعني المجتمع الدولي والمجتمع السوري ابتداء، يعني خطاب حتى المشاركين يعني، وهذا يطمئن الأستاذ مبارك والمستمعين، حتى المشاركين من يعني وهم عدد كبير جدا من الفصائل يتبنون الخطاب السياسي الذي تبناه المعارضة بشكل يعني مطلق، وهم مشاركون في الائتلاف، وهم أعضاء في الهيئة السياسية، منهم أعضاء ممثلون في الهيئة السياسية، وخطابها خطاب كما يعني طرحنا الدولة المدنية الشاملة لكل السوريين، دولة العدل والقانون والمؤسسات تحترم الحقوق الدولية، جزء من محيطها العربي، تلعب دورها الإقليمي وفق القانون الدولي، وفق التوازنات الموجودة فيها. يعني هذا الأمر الأكثرية من المعارضة السورية، حتى المعارضة التي دخلت وشاركت في العملية العسكرية، هؤلاء يعني هذا هو المنهاج السياسي تبعهم، وهذه هي الرؤية السياسية التي يعملون بمقتضاها. لذلك أنا يعني أقول أنه الحاضنة الاجتماعية لهذا النجاح الذي حصل، لهذا الانتقال، وما رأيناه ابتداء في حلب وفي غيرها من خطاب وطني جامع، أقول هذه تجعل مطمئنات كما للتفاؤل نتكلم، تجعلنا نتفائل أكثر بأننا في اتجاه صناعة ما كنا نخطط له ونعمل عليه من وجود سوريا المستقبل لكل السوريين ومكوناتها، بعيدا عن التطرف، لا مكان في سوريا للتطرف، التطرف لا مكان له لا مكان الإرهاب في سوريا، لا يسمح السوريون ولا يقبل السوريون أن تكون سوريا مكانا للتطرف أو مكانا للإرهاب على الإطلاق. هذا مرفوض، ثقافة التطرف مرفوضة في نسيجنا الثقافي السوري، ودعك عن بعض يعني الاستثناءات التي حصلت هنا وهناك بسبب ظروف معينة أو مصنوعة حتى، بس يعني في أجندات خارجية أستاذ هشام، اليوم في مشروع أكبر من سوريا يعني. بالضبط. أنا هذا الذي أقول يعني، ولذلك نحن نعمل على يعني حتى يعني هناك خطط لمواجهة التطرف وثقافة التطرف يعمل عليها بالتعاون مع المراجع الدينية المعتدلة وغيرها، يعني نشخص أدواءنا ونعمل على إيجاد العلاج المناسب له بالتأكيد. يعني الدعم العربي، الدعم الإقليمي، الدعم الدولي، يعني دعم الأمم المتحدة بشكل واضح، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، كلها رسائل واضحة. يجب أن تكون سوريا كما كانت تطرح المعارضة السورية من بلد منفتح متعدد الثقافات، قادر على يعني بعيدا، وأهم نقطة بعيدا عن التطرف وبعيدا عن الإرهاب. وأنا أؤكد لك لا يمكن للتطرف ولا الإرهاب أن يبقى في سوريا أو أن يستمر في سوريا. أستاذ مبارك، يعني اليوم واضح من خلال التصريحات الأمريكية أنه أمريكا تلعب دور المحرك لربما في تفعيل المرحلة الانتقالية، ولكن يبقى الخطر قائما فيما يتعلق بدور بعض الأطراف الإقليمية التي مثل إيران لا زالت في حالة إنكار بأنه دورها في سوريا تقلص، ويمكن بإمكانها إعادة هذا النفوذ لربما من خلال بعض الفصائل التي كانت يمكن تمولها في فترة ما سابقة. هل في خشية حقيقة من دقة هذه المرحلة ودخول أطراف إقليمية قد تعرقل يعني المرحلة الانتقالية؟ فعلا أنا لدي مخاوف حقيقة، وكنت أشر لك لأن يريد المداخلة خشية أن ينتهي البرنامج. مخاوفي حقيقية هو أخشى أن ينسينا الفرحة برحيل الأسد عن نوعية المعارضة المسيطرة الآن أو التي تتولى رئاسة التغيير. تسمع؟ نعم نسمع أستاذ مبارك. بمعنى نعم أخشى أن فرحتنا برحيل الأسد تغطي على حقيقة التغيير. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية أو المخاوف الثانية أن من يقود التغيير حاليا قد يدفع ثمن للجانب التركي، ثمن تسهيل مهمته بأن يتغاضى عن التدخلات التركية، أو على الأقل يعني الدخول التركي الناعم في حلب وفي المناطق الحدودية للجانب التركي، بمعنى يعني حرمة الأراضي يجب أن لا تكون ثمنا للمساعدات التركية. أعتقد أن هذه النقطة ستكون نقطة خلاف كبيرة جدا بين المجموعة العربية وبين الأشقاء في تركيا والأشقاء في سوريا. النقطة الثالثة، الخطر الإيراني لا يزال قائم حتى الآن. يعني أنا لم تعجبني التصريحات الإيرانية عندما قال أن التواجد الإيراني انتهى، تصريحات عباس عراقجي أننا سحبنا ضباط الإيرانيين. هذه ذر الرماد في العيون، التواجد الإيراني الذي
عمل على مدار عقد من الزمن لا يمكن أن ينتهي في ظرف يوم وليلة، رغم أن الجسد السوري جسد قوي ضد التشييع القسري، إلا أن التواجد الإيراني خطير له عناوين كثيرة، ولذلك علينا بالفعل أن نواصل العمل على تطهير الجسد السوري من التواجد الإيراني لتأمن سوريا ولنضمن أيضا عدم التدخلات الإسرائيلية أو التدخلات الإيرانية أو التدخلات التركية. التصريحات الأمريكية تصريحات مهمة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية هي من قاد العملية بأكملها، وهي من وفر الغطاء، وهي من سهل التنسيق ما بين العواصم بأكملها. الغطاء الأمريكي كان واضح وملموس، وهو بالفعل كان غطى على الجانب التركي والجانب الإسرائيلي، وهو من منع التدخلات من الحدود العراقية. لذلك بالفعل تصريحات الفريق كوريلا عندما زار المناطق الشرقية لسوريا تصريحات مهمة جدا، وتثبت على تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى شرق النهر، وهذه أعتقد أنها ستكون معضلة حول مخاوفنا من تقسيم القطر السوري. هذه نقطة أيضا أتمنى أن يتم بحثها لاحقا عندما تستقر الأوضاع في سوريا. أستاذ هشام، أختم معك بهذا السؤال السريع. يعني اليوم من أجل تحصين الجبهة الداخلية السورية، طبعا دور المعارضة السياسية جدا أساسي بطبيعة الحال، وأتساءل إن بدأ التنسيق مع الجماعة على الأرض، مع الجماعات المسلحة؟ بالنسبة للتنسيق على الأرض كما قلت، التنسيق هذا من اللحظة الأولى كان، لأنه شاركت فصائل منضوية تحت الائتلاف، وقد تكون يعني عديدها أكبر من عديد الآخرين في هذا الدخول، في هذا الدخول وفي هذا التحرير. هذا الأمر لا بشأن الانتقال السياسي، ليس مسألة الميدان. حقيقة أنا أما الانتقال السياسي فهذا بأصل متفق عليه تماما، يعني واضح جدا من اللحظة الأولى. يعني ما تريد المعارضة السياسية هو معروف بالنسبة لكل الفاعلين السوريين، لكن الآن هناك يعني محاولات جادة لتطوير الحوار ودفع الحوار إلى الأمام وتحويله إلى أعمال كما بدأنا في أول الحديث. يعني أقول هناك تواصلات، هناك طبعا وضوح الفكرة واضح من اللحظة الأولى، لا يعني ليس سرا، هذه من اللحظة الأولى معروف ما تريد الائتلاف وما تريد المعارضة السياسية وما يريد المجتمع الدولي، حتى المجتمع الإقليمي الداعم للانتقال السياسي والذي رعى يعني مشكورا جزء من هذا الانتقال. واضح تماما طبيعة الانتقال المطلوب، احترام المواثيق الدولية، بيان جنيف وهكذا. هذا الأمر متفق عليه ويفترض أن يتم تحقيقه في أقرب وقت وإنجازه على الأرض، وليس أن يبقى مجرد يعني اتفاقات. وأتوقع يعني أنا أتوقع أن الناس تحترم اتفاقاتها والتزاماتها بكل تأكيد. إن شاء الله. شكرا جزيلا لضيفي إن شاء الله أكيد لضيفي الكريمين من أوتاوا الكندي.